اول حاجه النادي الاهلي عنده فرصه كبيره ان قعد اسبوع كامل ما عندوش ماتشات في الدوري، فاذا اللعيبه استريحت بشكل كويس، اللعيبه ذهنيا وبدنيا ونفسيا حتى مهيئين بشكل جيد جدا للمباراه، ودي حاجه كويسه قوي عكس ما تروح مضغوط. هتفرق معاك كتير، خصوصا الماتش هيبقى فيه جري غير طبيعي، وهيبقى فيه معدلات جري بالذات في نص الملعب وفي حته خط الظهر غير طبيعيه كتير. الحاجات دي بتاثر على تركيز اللعيبه، فان انت تبقى مريح اللعيب دي جزئيه مهمه جدا. الحاجه الثانيه ودي الاهم اللي هنبني عليها موضوع التشكيل، مارسيل كولر هو عايز من الماتش. هل الراجل ده على مدار الايام اللي فاتت اتعلم من اخطاء الماتش الاولاني؟ لان رغم ان النادي الاهلي كسب وعمل جيم كويس تقريبا حوالي 60 دقيقه، لكن كان عنده اخطاء كبيره جدا. ده من وجهه نظري الاهلي كان يقدر يكسب 3 و4 فريق الوداد، وتحديدا بعد احراز كهربا للهدف الثاني الاهلي كان يقدر يبقى افضل من كده 100 مليون مره. بس هي الفكره ان كان في اخطاء في التشكيل، اخطاء في التغييرات اتاخرت، حتى التغييرات لما نزلت متاخر برضو تغييرات